هذه هي الوصفه اللي تشهرت بها في افراد عائلتي ودرت بها سوكسي ودرت بها ضجه كبيره، يعني كامل يهبلوا على لي بروشات دياولي. بروشات دجاج كي نقول لكم بواحد الطريقه بواحد البنه لهبال تاع الدنيا، ما كاش راح يديكم بروشات بنان كيما هادو. تبعوا برك معايا الطريقه، حنا نعطيكم كامل الاسرار كيف يجيكم بنان خم تاع برا وكيفاش يجيكم طريين ومقرمشين محمرين ذهبيين. واش نقول لكم يا البنات، راح تترحموا عليا على هاد الوصفه تاع نهار اليوم. وحتى ريحه الشوا راح تجي فيهم بالسيف عليها، يعني ما تشعلي لا شوايه ولا والو، راني نقول لكم ريحه الفحم تضرب فيهم. تبعوا برك معايا البنات الطريقه، ما تزابيش الفيديو، ديروا له جام يرحم والديكم لانه يستاهل بزاف الجام ويستاهل البارطاج هكا باش ينجح الفيديو ويلحق المشاهدين اكثر. بسم الله على بركه الله. شوفوا هنايا البنات الكميه تاع الدجاج انا راح ندير ما لحقش صدر، درت هنا عندي نصف صدر وعندي هاد زوج زوائد ولا ثلاثه اللي يجوا لاصقين فيه هامليك، راح نقطعهم. شوفوا بالنسبه للملاحظه الاولى، حاجه مهمه جدا كيفاش تقطعوا الدجاج، قطعوه شويه خشين، ماشي كي نقولك خشين ديري مرسو قد يدك، مرسو خشين يعني مربع يكون خشين. علاش؟ باش يتحمر من الفوق ويقعد طري من الداخل. لو كان ديروه رقيق يشم شويه النار خلاص هو رقيق مسكين ما فيش الروح، يزيد يشم هذيك النار يولي يابس. انا حنقطعهم راس مربعات خشان بهذا الشكل يا البنات، تكون السمك تاعو مليح ديجا ميم باش يقعد لكم الشكل تاعو شباب. لو كان ديروهم رقاق يولوا صغيورين كمشين ما تبانش كاع بغوشات شابه. وتبعوا معايا حنعطيكم واحد لي زاستوس ديروهم له باش يجيكم قعد مده طويله طري، مالغري تعاودوا تسخنوه ولا يجيكم ضياف زعما تعاودوا تسخنوه لهم يقعد هو تقول شي ماشي زعما شي حضرتيه مسبقا ولا. يمكن نقطع كامل الكميه نوريها معاكم. ميم تتبيله راح نخلط لكم بها سبيسيال خاصه بيا انا، يعني قلت لكم الصح اشتهرت به هاد الماريني كامل يطلبوه مني، قلت نشارك معكم الوصفه ونفيدكم بها. جبتو هنايا هاي ليك الكميه درتها في غيسيبيون. بالنسبه للتوابل عندي راس ملعقه كبيره تاع راس الحانوت، شويه تاع الهيل وشويه تاع قرنفل مرحي يعني راس الملعقه، وراس ملعقه قرفه مرحيه، توم بودره، كركم، زنجبيل وشويه تاع الكوري وشويه تاع سميهولي الكمون ملعقه صغيره. دوك نكتبهم لكم ان شاء الله برك ما ننساش. الملح، ونعطيكم واحد المكون تاني حيعطي داك اللمعه وهداك الاحمرار تاع لي بغوشات اللي هي ملعقه تاع العسل ماشي مملوءه، هاي ليك حوالي نص ملعقه ما لحقتش ملعقه. دور هاد الملعقه تاع العسل قلت لكم تعطي ديك اللمعه وتعطي واحد البنه هايله تجي بزاف سبيسيال، يعني كيما ناكلوا ديك بروشات البنان. هنا حندير حوالي ملعقتين تاع زيت زيتون وملعقتين تاع زيت عادي هكا البنات. انا كشفتوها راهي سايله شويه ما يلحق هكاك نقولوا قرب ملعقتين، ولا نتوما كميه كبيره ضعفوا كامل هاد المقادير. هنايا السر الاول اللي حيعطيكم طرا ولا هاد الماريني ولا هاد لي بروشيت اللي هي 2 ملاعق تاع لا كريم فريش، تقدروا ديروهم حليب، تقدروا ديروهم ياغورت ناتور، تقدروا ديروهم البن، تقدروا ديروهم رايب. راني نقول لكم في الفيديو ما تجوش تسقسوني في التعليق. درت هنا عصير تاع حوالي 3 ملاعق تاع عصير الليمون، 3. تقدروا ديروهم الخل، تقدروا ديروا 2 مغارف خل. نخلط مليح نمارينيهم، تقدروا تبيتوهم غدوه تستعملوهم هم جايينكم مضياف، تقدروا تدوهم ديروا بهم بيكنيك. انا كنت نوجدهم يا محاينكم ما كاش نهار نروح للبحر ما يقولكش ديرنا لي بروشات هادوك، اشتهرت بهم ما نكذبش عليكم. وانتوما تاني كاع ديروا بهم البوز في افراد عائلتكم. نروحو نبروشيوهم. الملاحظه الثانيه كي تجوا تبروشيوهم البنات ما تدكسوهمش، خلوا المرسو تاع الدجاج تاعكم مكسل مفتوح، الا كان شفتوه مكم بشويه سيو حلوه افتحوه هكا بصبعتيكم هكذايا كسلوه، وخلوا اسباس صغير حوالي 1 مليمتر بين مرسو ومرسو هكا باش يطيبوا، كل مرسو يطيب وحده هكا يدخلهم طياب ما تدكسوهمش. انا كاين اللي درتهم هكا وكاين اللي درت لهم شويه تاع الفلفل، تقدروا ديروا بصل طوماطيش يعني يسموهم غوايا. انا درت غير فلفل اخضر واحمر باش يجوا برك لي كولور شابين وفي نفس الوقت شويه بنه مختلفه هكا نبروشيوهم. احسن ديروا في هادو تاع يعني الالومنيوم هادوما ولا اينوكس ولا واش لا ماتيير ديالهم خير، فهمتوا؟ باسكو كون ديروا في هادوك تاع الحطب يتحرقوا لكم.
هنايا هامليك هادو قلت لكم حنديرهم فلفل احمر والاخضر، الالوان الرائعه الله الله. خصنا والابيض راهو حاضر، وتحيه الجزائر. فوالا راكم شوفوا كيفاش راني نكسلهم انا هادوك المراسم، ما تسيوش تدكسوهم، ومنها تجي لابغوشات شابه تبان معمره، ومنها يطيبوا لكم. نكمل كامل الكميه، تقدروا هكا توجدوهم يجوكم ضياف تشويهم لهم برك. يعني نقول لكم واحد الريحه في الدار، وتشوفوا كيش كانوا ياكلوا فيهم الله يبارك. يا ودي قد ما ديري حنباصيك، هو راح يكتر عليك الطالب، سواء من الدراري من خاوتك ولا زوجك. راح كوما يجيب لك الدجاج يقول لك اسمعي يا حبابك غير ضربينا طبسي تاع لي بروشات الله الله. انا سخنت هنا طاجين باش يزيد يجيكم مطري وما ينشف لكمش هذاك الماريني تاعكم ولا لي بروشات. ديروا ملعقه كبيره مسحوها كامل على هذاك الطاجين ديالكم. انا درتو من جهه الخطوط. لازم تكون مليحه الكميه تاع المارغرينا باش يعطيكم الذوق، وفي نفس الوقت ما ينشفولكمش كامل هذوك لي بروشات ويزيدوا يجوا محمرين. هاكو تخيلوا العسل هذاك مع هذاك المارغرين حيعطوا احمرار بزاف شباب. واني مسخنه طاجين على نار متوسطه، ماشي قليله يطولوا باش يطيبوا يتحرقوا ينشفوا، وماشي قويه يتحرقوا وما يطيبوش في الوسط. نستفوهم يعني جاتني كميه الله يبارك، فاتنا في 4 درنا لي ساندويتش وقعدوا مع بطاطا باسكو مع شلاضه. هذاك هو رحمتك يا ربي، ماشي لازم شرط كميه كبيره حتى تقهمي وما تستبنيش، حاجه قليله تستبنيها الله الله. انا شوفوا ما قلبتهمش كامل حتى حسيتهم باللي فريمون تحمروا، راح نقلبهم. شوفوا كيفاش داو اللون شباب. فاش ماشي ملاح هادوما لي بروشات تاع الحديد هادوما، ولا كي تجي تدوري لي بروشات تاعك سي ديفيسيل باش تقلبيهم. شفتيني اكو تشوفوا فيا البنات، هذا برك فاش فيهم ماشي ملاح. فوالا شوفوا انها قربت لكم الله يبارك، شكلهم لونهم ذوقهم علامه صدقوني. غير يعني نتحدى بها المحلات اللي يبيعوا شوا، شهيتكم في الجنه. هاي ليك انا قدمتهم لكم في الطابق مع البطاطا. الزوج تاعي راه مقلب الدنيا، طابله صحتها لي كامل بالفتة تاع الخبز، راه يقسم في يعني في المراسم تاع الخبز ويدير لهم الهريسه باش نديرهم لي ساندويتش. شوفوا الله يبارك كيفاش يجي ما شاء الله يا البنات، يجي طري ويجي فيه ريحه الشوا ويجي بنين. واش نقول لكم، شهيتكم في الجنه والله. لو كان تجربوه ما راكم راح تندموا عليه، على بالي كامل راح تجوا تشكروني عليه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها وقولوا لي واش رايكم فيها، وعلى بالي كامل راح تقولوا لي يعطيك الصحه ام شيماء. نتلاقاو في موعد اخر في وصفه اخرى، مع السلامه.